أهلا وسهلا بكم من جديد. لا تنسى الاشتراك فضلا وليس أمرا. بتقديم عرض جيد وتحقيق نتيجة إيجابية بإذن الله تعالى. لذلك سريعا إلى القاهرة الساحرة، وتحديدا إلى ملعبها التاريخي استاد القاهرة الدولي، والبداية دائما بتشكيل الفريقين اللي بدأت في الظهور أمام حضراتكم على الشاشة. نبدأ بالزمالك وبلاك بولز مركز رابع وأخير برصيد 4 نقاط، في الصدارة برصيد 11 نقطة، وضمن التأهل وضمن ما زال لديه أمل في التأهل ويسعى للحفاظ على هذا الأمل. يفوز على بلاك بولز يتأهل مباشرة. بغض النظر انتاجات قطاع الناشئين في الزمالك، محمد السيد لاعب منتخب مصر، محمد السيد أمامية السيد في اتجاه وسط الملعب، يعدي شحاته يكسب ارض حلوه، التمريره بنتايج ملعب لزيزو، ممكن يسدد زيزو ولكن ياتي تريك اكاني ولكن يقطع. برافو يا ولد، يقطع زيزو، يلعب العرضيه على الامل القريب، يشتت دفاع انيمبا سريعا. بنتايج بالفرمله يا ولد يا لعيب، يتدخل بنتايج ويحول الكره الى خارج الملعب، رمي التماس. الأسد الأطلسي محمود حقيتهم بارتداء قميص الزمالك، وعمر فرج، وسجل الإنيمبا يلحق قبل التماس شلبي ويتقدم، ولكن حتى بيشارك أساسي. بنتايج يا ولد يقطع. قائد الزمالك في لقاء اليوم لمحمد عاطف، استايج من جديد لمصطفى شلبي، تدخل قوي يحتل الصدارة 11 نقطة، ضمن التأهل لربع شلبي، ولكن التغطية الدفاعية، ودي تسديدة حلوة في اتجاه الجزيري، استلم الجزيري وحجز على حدود ال 18، تعاد أكثر قوة. ادي كرة بلا صاحب ولا عنوان الى خارج قوي، زيزو على التنفيذ على الامل قريب، يشتت الدفاع. ساهم في اهداف الزمالك في اخر 3 مباريات مصطفى شلبي، جوه 18 مصطفى ضم للداخل، سدد، تايج يقطع، تروح لحسام عبد المجيد، مركزين تماما لكن خلصها كويس لاعب فريق انيمبا. ودي انطلاقه لفريق انيمبا، ملعب يقطع محمد السيد، برافو، يكمل زيزو الفريق. بنتايج ياخد فاول من التحضير بأريحية. سيف الجزيري ياخد تماس لهم الصبر والسلوان، ودي محاولة يقطعها شحاتة، دفعة حازمة ومؤثرة أمامية، حلوة العرضية للجزيري، ضربة راس حلوة الجملة الزملكاوية، حلو انضمام مصطفى شلبي للداخل ويفتح اللعب لمحمد عاطف، اوفرلاب مع عمر جابر، عرضية عمر يقابلها الى ناتشي، عايز يعدي ناتشي، بنتايج كالعادة يتفوق والكرة الى خارج الملعب، ضربة مرمى 100 في اتجاه عمر جابر، ولكن التغطية الدفاعية موجودة داخل الدفاع، تعود لعمر جابر، عرضية أخرى من عمر لكن يشتتها الدفاع، يجيبها تاني مصطفى شلبي، وادي تسديدة من مسافة بعيدة، يمسك بثبات محمد في اتجاه سيف الجزيري، زيزو على الامل بعيد المرة دي، يطلع حارس المرمى يمسك زيزو والعرضية، تغطية دفاع عمر لزيزو، زيزو عرضية حلوة الله على ده هدف، الله على ده هدف، لسه في حلاوة كده، لسه في جمال كده. ايه يا عم شلبي ده، ايه اللي انت عملته ده، عرضية روعة من زيزو بعد اداء جماعي مميز من نادي الزمالك، من عمر جابر لزيزو، والعرضية المتقنة وضربة رأس من مصطفى شلبي موجود فين؟ داخل منطقة ال6 ياردات. هو ده شغل كريستيان جروس، ادي العرضية الحلوة، ودي ضربة الرأس المتقنة، ودي الهدف الاول للزمالك في لقاء اليوم. خد لك عرضية من زيزو، خد لك ضربة رأس من مصطفى شلبي، واديني الهدف الاول للزمالك، 1-0 الان. ادي الاعادة من اكتر من زاوية، يواصل التألق في الفترة الاخيرة مصطفى شلبي،
ويساهم في اهداف جابر. جبهه ناريه زملكاويه، زيزو والعرضيه يا مصطفى، يا مصطفى حط رجلك يا مصطفى. زيزو بيوزع هدايا، زيزو بيوزع هدايا. عرضيات رائعه، عرضيات ماركة زيزو، تريد مارك. جابر يلعب العرضيه، زيزو مش ممكن يا جزيري، مش ممكن يا جزيري. عايز اسهل من كده ايه؟ عايز اسهل من كده ايه؟ عرضيه روعه من زيزو. سيف الجزيري على بعد خطوات من المرمى وضربه راس تخطئ طريق الشباك. يبقى ليه 6 اسهامات في اهداف الزمالك في النسخه الحاليه. محمد عاطف، اي لاعب المغربي يكسب ارض، يتوغل، يسدد، ولكن لسه مع عمر يا عمر عرضيه، ولكن الى زيزو، زيزو والعرضيه. كلا كيد تاني مره، كلا كيد تاني مره. الجزيري يضيع ضربه راس من المهاجم الدولي التونسي سيف الجزيري الى خارج الملعب، ضربه مرمى. تمريرة روعة من قبل مصطفى شلبي، ده لسه مع زيزو بيحاول يضغط على حارس المرمى جوه 18. الجزيري حلوة، شلبي في الشباك من الخارج، ولكن هناك تسلل. زيزو حسام عبد المجيد، وادي تسديدة إلى خارج الملعب. وادي جماهير الزمالك 1-2. الصفقات فين؟ بننقل لحضراتكم. يلجأ للكرة الأمامية محمد صبحي، الجزيري من سيف الجزيري وهو داخل ال6 ياردات، ودي تسديدة أيضا يضم للداخل. عاطف يلعب كرة بينية تصطدم بالدفاع، لسه الكرة بين أقدام لاعبي إنيمبا، وادي التسديدة اللي بيدوروا عليها، ولكن محمد صبحي له حق. محمد صبحي يعاتب الزملاء. تسديدات بالجملة من قبل لاعبي إنيمبا. يلعب العرضية بنتايج خارج منطقة الجزاء، برافو محمد عاطف، ولكن تشتيت من دفاع. هذه العرضية من زيزو، تعدي من المسلول، يقف على كورته ويغير اتجاهاته. يلعب العرضية تسفر عن ضربة ركنية الرأس داخل الشباك، وفرصة خطيرة خطيرة خطيرة. يا سلام يا صبحي، سجل 86. ادي ضغط من الجزيري على حارس المرمى، يا ولد وهدف تاني، يا ولد وهدف تاني. الثالثة تبدأ يا جزيري، الثالثة تبدأ يا جزيري. يسجل الهدف الثاني للزمالك بعد ان اضاع محاولتين في الشوط الاول. ها هو يضغط على حارس المرمى وينجح في الاستخلاص ويضع الكرة داخل الشباك لتصبح النتيجة 2-0. سيف الجزيري بالتخصص يزور شباك إنيمبا، تمكن من تسجيل هدف في مرمى إنيمبا في لقاء الجولة الثانية. اليوم في لقاء الجولة السادسة والأخيرة يضع الكرة داخل الشباك بعد ضغط على حارس المرمى. يخطئ أوزومينا وسيف الجزيري يقبل الهدية ويضع الكرة داخل الشباك النيجيرية، معلنا عن هدف ثاني للقبيلة الزملكاوية. 2-0 الآن، وما زالت الفرصة سانحة لإحراز المزيد والمزيد لعمر جابر. تعود لمحمد عاطف، تمريرات زيزو على شماله، يسدد بشماله في أجساد المدافعين. الشاشة بينما شحاتة يلعب كرة أطول من اللازم، تلمس زيزو. سلام محمد السيد يتصدى، تسديدة تانية ومحمد. هذه الانطلاقة لفريق إنيمبا. المسايك يا ولد، ادي كوبري مع تحيات بنتايج. تسديدة تصطدم بالدفاع، تسديدة أخرى وهدف أول، تسديدة أخرى وهدف أول لفريق إنيمبا. حالة من الارتباك الدفاعي تسفر عن أول أهداف إنيمبا في لقاء اليوم. كرة من الضربة الركنية يلمسها مصطفى شلبي، تروح للاعبي إنيمبا. التسديدة في المرة الأولى تصطدم بحسام عبد المجيد، ودي تسديدة أخرى يغير اتجاهها هداف فريق إنيمبا إهميكويلي، ويسجل الهدف الأول لفريق إنيمبا لتصبح النتيجة 2-1.
ميكويلي يرفع رصيده التهديفي إلى 4 أهداف في دور المجموعات. يضم للداخل زيزو على شماله، يسدد بشماله، تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ضربة ركنية. محاولات قدم اليسرى، يلعب عرضية ودي ضربة راس، ولكن مميز لديه خبرات كبيرة يجب على لاعبو الزمالك. خرج مصطفى شلبي، ادي عمر جابر يفتح اللعب لكونراد ميشالاك ايسر، يطلع محمد صبحي يترك الكرة، ميشالاك 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 وجهك لناصر منسي، استلم ولعب العرضية، تصطدم بالدفاع وتذهب الجزيري، توغل الجزيري، عدى الجزيري، انفراد انفراد، الله على ده هدف، الله على ده هدف، لسه في حلاوة كده، لسه في جمال كده، افرح يا جزيري، هيص يا جزيري، حقك يا جزيري. الهدف الثالث للزمالك يسجله سيف الجزيري بمجهود فردي رائع، قطع الكرة واستخلص، عدى وفات، عمل مراوغة أولى، عمل مراوغة تانية، السكة سالكة والطريق إلى مرمى إنيمبا مفتوح، وسيف الجزيري يستغل الموقف ويسجل هدف ثالث رائع للزمالك لتصبح النتيجة 3-1. بص على اللوحة، بص على اللوحة هتلاقي الزمالك نفسه مفتوحة. 3-1 للزمالك الآن. هدف لمصطفى شلبي، هدفين لسيف الجزيري. الزمالك ينهي مرحلة المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية بتقدم 3-1 على إنيمبا حتى الآن، نفس نتيجة مباراة. أهلا وسهلا بكم من جديد، لا تنسى الاشتراك فضلا وليس أمرا.